السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة اليوم الإيمار والحمى والعصافير. النهاردة إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله طلعت لقيت كنت حاطط لهم قش امبارح الجوز دول مع ابنهم أهو. لقيتهم ما شاء الله مجمعينه بيضة البطين. يعني امبارح لقيتها كانت بيضة بس كنت بعد تصوير الفيديو ملحقتش بتاعي أصورها. والنهاردة ما شاء الله بيضة البطين أهي، وحضنت القش اللي أنا حطيته لها وبتبتدي تظبط عشها اهو ما شاء الله تبارك الله. يعني ايه طالما مغذيينها وعملنا فيديو، الواحد مبسوط جدا بالتغذيه بتاعتهم السليمه اللي هي بتدي انتاج على طول. طالما انت مغذيها وموفر لهم الكلفه بتاعتهم اهي. الكلفه دي يا جماعه مكونه من قمح وذره عويجه وذره صفراء وفول وبسله وعلف وعدس وحاجات كتير بتزودهم بالبروتينات اللي في جسمهم، تخلي الفرد ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو صحته كويسه. الميه طبعا بيبقى قدامه باستمرار، والاكل ما شاء الله تلاقي الزغلول جنبهم اهو لسه بيبتدي ياكل وتلاقيهم بايضين. طبعا انا مش هستعجل على نقل الزغلول لحد ما يعني ايه احس اللي هو ايه تمام بيعتمد على نفسه بياكل لوحده. ما استعجلش عليه طبعا عشان ما اخسروش. بحيث بعض الاسئله جات لي ليه بننقل الزغاليل بنلاقيها خست ونلاقيها ماتت. طبعا بتنقل الزغاليل زي كده، يعني دول 4 زغاليل يا جماعه بنقلهم من ابوهم وامهم امتى؟ اما الاقيهم ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو بيبتدوا ياكلوا لوحدهم، يبتدوا يملوا معدتهم، ما يعتمدوش على ابوهم وامهم. بصوا اهو الجوزين بيشربوا لوحدهم، بياكلوا لوحدهم، كل حاجه يعتمدوا على نفسهم فيها. بحيث ان انا ما نقولهمش افرح ليا باضت او جاي ناقلهم. ما اعرفش بقى اذا كان الزغلول بيعرف ياكل لوحده ولا لسه بيتعلم الاكل ولا لسه امه وابوه بيزقوه لسه بياكلوه. الحاجات دي كلها طبعا غلط. نستعجل على الزغلول تبتدي انت تنقله ولا بيعرف ياكل ولا بيعرف يشرب، ممكن يقعد ينقر كده عايز يمسك حاجه ياكلها ما يعرفش، يبتدي يخس، يبتدي يضعف، ما يعرفش ياكل خالص، يبتدي ينشف، يبتدي يموت. فالسؤال ده جوابه يا جماعه. الزغاليل ليه بتموت بعد نقلها من عند ابوها وامها؟ السبب ده اللي انت بتنقل من غير ما تتاكد ان الزغلول بيعرف ياكل لوحده او يعتمد على نفسه. طبعا ما شاء الله نقل جوزين اهم زغاليل اهم ما شاء الله بياكلوا لوحدهم، صحتهم كويسه، لسه رامينهم الاكل ما شاء الله مالين معدتهم اهم ولسه بياكلوا تاني. وفي قدامنا اهو لسه الزغلول اهو ده لسه مش معتمد، لسه بينقر شويه، وده الاكل قدامه اهو لسه ايه بيعزم على ابوه كده اللي هو ايه عايز ياكل. وطبعا ما بتبيض بيبقى غلط على البيض، بس لازم نستحمله. انا اضمن الزغلول بس ما اضمنش البيض. فانت لازم عشان كده ايه تشوف الزغلول وهو بياكل لوحده زي كده اهو. الزغلول اهو تاني اهو ما شاء الله تبارك الله، بص صحته ما شاء الله الله اكبر زي ابوه وامه. ليه؟ عشان بيعرف ياكل لوحده وابوه وامه ايه بيزقوه. وادي الجوز اللي في وشه اهو ما شاء الله تبارك الله باضت اهي، ولسه برضك كل يوم ارمي لهم كام قشايه كده عشان ساعات بيبهدلوه. بزودهم بالقش طبعا بحيث اللي هي ايه القش ده مفيد جدا في ايه اللي هي بتلف البيض حواليها وبتحزم البيضتين تحتها بحيث لا يتحرك كده ولا يتحرك كده. بتعرف ترقد عليه كويس جدا بحيث اللي هو ايه ما يروحش منها بيضه تجري كده ولا بيضه تجري كده ممكن وهي بتقوم تتزق ولا اي حاجه. لا احنا عاملين ايه نرمي القش بحيث اللي هي ايه تحزم البيض تحتها كده بحيث اللي هي ايه تعرف ترقد عليه وما نخسرش بيضة ولا ننساها. ممكن تقعد يوم او يومين على جنب واحنا ما ناخدش بالنا. الحاجات دي كلها برضك ايه بتخسر البيض. فاحنا ايه نحط لهم القش بحيث اللي احنا ايه ندور لهم دايره كده خفيفه وهي بتظبطها تحتها بحيث اللي هي ايه تقعد عليها زي كده يا جماعه. بص راقده ومتمكنه من بيضها مفيش اي مشاكل فيها. وادي الجوز التاني اهو ما شاء الله تبارك الله. طول ما انت موفر لهم يا جماعه الراحه والتغذيه السليمه هتلاقي ما شاء الله عندك جوز 2 3 4 10 100 متجوزين طبعا وبايضين وتمام. كان في سؤال صديق سألني على اليوتيوب برضك بيقول لي افضل انا عندي مجموعة افضل ان انا اربيهم مع بعض ولا اربي كل جوز لبعض كل جوز لوحده. طبعا احنا عملنا حلقة قبل كده عليهم وان شاء الله برضك نوضح. انا بفضل انا عن نفسي ان انا اربي كل جوز لوحده، اعرف العيان، اعرف الذكر اللي بيروق البيض، اعرف اللي ما بترقدش، اعرف الزغلول اللي بياكل اللي بتاكل الزغلول ما بتاكلش. اقدر اتحكم في لو حاجه عيت لا قدر الله
اعرف ان ده عيان او ان ده عيانه، اقدر اعالج بسرعه. غير الجماعي لو حاجه عيت طبعا من البراز بتاعهم او من الميه او من اي حاجه تلاقيها انتشرت، تلاقي المرض انتشر في المجموعه كلها. او مثلا طلعت البيض رايق، معرفش الذكر بتاعها، طبعا كله بيبقى طاير جماعي، معرفش الذكر بتاعها فين، تلاقيها بتبيض وتخسر صحتها وتخسر بيضها ومش عارف امسك الذكر. انا حتى لو بدلوا مع بعض مثلا انت عامل لهم عيون او حاجه انا مش هتابع، لكن بفضل كل جوز لوحده يا جماعه، غير التربيه الجماعي ده اللي انا بفضله عن نفسي أنا. لكن في ناس تانية بتربي جماعات بقى وممكن تكون فاضيه ليهم قاعده ليل مع نهار، فبتفضل التربيه الجماعي بحيث ان هي ايه موفرة، مثلا طاجن أكل واحد بمسقى أكل واحد. لكن طبعا كل جوز بيحتاج اللي هو إيه مية وأكل لوحدهم. مثلا تنقلهم في قفص لوحدهم، يعني الحاجات دي كلها إيه بيحب يخصصها. بس أنا اللي أنا بحبه عامة اللي أنا بحب أربي كل جوز عشان أعرف قصته إيه، إذا كان بيراقوا البيض، إذا كان عيب ذكر، إذا كان عيب نتاية، اقدر اغذيهم كويس. الامام ساعات برضه في المجموعه كله بينزل اللي بيضرب ده واللي بيعمل ده، طب ليه ما نحافظ على امامي وخلي تعب شويه. لا باكل كل حاجه لوحدها، بس ميزه يعني ميزته اكتر من عيوبه، لكن الجماعي طبعا بيبقى عيوبه اكتر من ميزته. فانا بفضل التربيه اللي كل جوز يبقى مع بعض، ودي طبعا بتبقى حريه شخصيه. اللي عايز يربي جماعة يربي، واللي عايز يربي كل جوز في قفص يربي. وانا عن نفسي على تجربتي بتلاقي انتاج في الاقفاص كل جوز لوحده اكتر من الجماعي. التربية يا جماعة كل قص مع بعضه طبعا ايه دي انت تقدر تاخد منها انتاج وما شاء الله تاخد منها خير. طبعا دول جوز لسه واخد منهم زغللهم، وكانت زغللهم معاهم يمكن تشوفوني وانا بصور كذا مرة، زغللهم ما شاء الله كانت كاملة خالص لدرجة ان هم قربوا ينشفوا معاهم. فاتأكدت ان هم نشفوا تمام ومفيش اي مشاكل فيهم، بدأت ان انا انقلهم بحيث ان احنا هم دول يشتغلوا تاني ويبيضوا تاني وكده. اول ما حسيت ان الذكر كسر خلاص ايه نقلت على طول. دي طبعا المجموعة السبير اللي انا بسيبها عندي، المجموعة الشغال مع الشباب مع كده، اللي كان جوز بض منهم وصاحب نصيبهم ما اخدهم، ربنا يبارك له فيهم ويشرح لهم فيهم البركة والخير. طبعا دول كده لسه ما اشتغلوش ولا بطن عندي، لسه ايه بشاير، في منهم الشباب وفي منهم الشباب. ربنا يبارك كل واحد عنده يمام، وان شاء الله لو في اي حاجه مستعصيه قصادكم او في اي مشكله اكتب لي في تعليق او يتواصل معايا، وان شاء الله ايه نحل المشكله دي، بحيث ان احنا ايه نستفاد خبره مع بعض واسئله. طبعا الاسئله كتير بتفيد، وكتر ما حد بيسال على حاجه بنعملها فيديو بنستفيد مع بعض فيها. اذا كانت بتفيدني بسال عليها، اذا كانت تعرفها بقولها، وما نبخلش على بعض طبعا، بحيث ان احنا ايه كلنا نستفاد، نبقى ايه حاجة واحدة في سلسلة تربية اليمام. طبعا اليمام جميل ومريح نفسيا وكويس جدا في التربية بتاعته، وما شاء الله اللي عايز يعمل انتاج بيعمل، اللي عايز بيتاجر فيه. الاسواق طبعا بتبقى على طول شغالة في اليمام، وبتوع العصافير برضك ساعات بيبقى بيكسلوا ينزلوا السوق، ممكن انت تروح لهم بجوز 2-3 ياخدوهم منك، طبعا سعره برضك في المتناول، وربنا يكرم الجميع ويرزق الجميع. طبعا ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.